ازيكم؟ اخباركم ايه؟ عارفين انا فين دلوقتي؟ مش محتاجه يعني، زي ما انت شايف في الغيط اهو يا سيدي. رجعت الغيط من تاني زي ما قلت لك قبل كده. بس انت عارف بقى المميز في الموضوع ايه؟ ان الغيط ده مش في اي مكان ولا في بلد عاديه، ده احنا هنا في بلد ياما حكوا عنها كلام وياما اتريقوا عليها. البلد اللي كل شويه بتتحط في حوار رغم ان هي في حالها جدا وملهاش دعوه بالبشريه اصلا. البلد اللي مشاكل الكون كله هي السبب في وجودها. البلد اللي لو اختفت من على الخريطه العالم كله هيبقى جنه ونعيم. مرحبا بكم في ارض المنوفيه، بلد المليون بخيل. ثواني بهزر يا عم، انت صدقت ولا ايه؟ هو حد يطول الجمال والحلاوه دي بلد عظيمه صعب تلاقي زيها، واحذر منها عموما واوعى تغلط فيها، لان هنا اقل طفل في الشارع حلمه ان هو يبقى رئيس جمهوريه. يلا يا ابني نبدا الحلقه، مش هنتكلم اكتر من كده. ويل للعالم إذا انحرف المتعلمون وتبهيض المثقفون. تعرف السلطنة؟ لا مش القهوة اللي انت بتقعد عليها بعد الشغل، انا قصدي سلطنة عمان. لو انت مذاكر جغرافيا كويس هتعرف ان سلطنة عمان واقعة في الجزء الجنوبي الشرقي من دولة الامارات. وطبعا لو جت سيرة الامارات قدام اي حد هيجي في باله على طول المباني الضخمة والشركات العالمية وبرج خليفة والتكنولوجيا والعربيات الفاخرة اللي مالية البلد، وطبعا المليارات اللي بتتصرف بشكل مستمر علشان البلد تكون مواكبة للتطور وفيها افخم واحدث الحاجات اللي في العالم. لو جينا بصينا بقى على سلطنة عمان هتلاقيها بلد هادية جدا، مبانيها متواضعة وما فيهاش كم الشركات العالمية والبراندات اللي موجودة في الامارات، وبتتغلب عليها الطبيعة والعادات العرفية اكتر. طب ايه سبب الاختلاف ده؟ هم مش شاطرين زي بتوع الامارات مثلا، ولا عندهم مشاكل؟ لا ابدا، هم ناس شاطرين جدا ومن اقل الدول مشاكل في المنطقة. طب ممكن يكونوا فقراء ما عندهمش نفس امكانيات الامارات؟ بالعكس بقى، عمان من الدول الغنية جدا وما تقلش حاجة عن الامارات في الثروات والامكانيات. امال الفكره فين بقى؟ الفكره ان سلطنه عمان اهتمت على الحفاظ على هويه اهل البلد وتراثهم وتعزيز وجودهم وزياده انتمائهم ليها. عشان كده هتشوف هناك مباني كتيره واخد الطراز العماني والحاجات كده تحسها على قديمه، وتحس كده انك محافظ على طبيعه المكان وثقافه اهل البلد وعاداتهم الاصيله اللي متمسكين بيها من سنين. هتلاقي هناك برضه امان كبير وراحه وسعاده بين السكان واستقرار، والدنيا ماشيه زي السكينه في الجاتوه. ده احنا حتى يا جدع بنقعد سنين على ما نسمع اي خبر عن البلد دي، حاجه سلطنة حرفيا يعني. سلطنة عمان نموذج للبلد اللي عايزة تحافظ على هويتها وتظهر تراثها وتبقي على عادات الناس الأصلية. هتلاقيهم مش بيهمهم كتير قد ايه ان هم يبانوا جامدين وعندهم ناطحات سحاب والاجانب مالين البلد، لا اللي بيهمهم هو اعتزاز الشعب بنفسه وبلده واستقرارهم نفسيا واجتماعيا وحفاظهم على تراثهم وعاداتهم. طب اشمعنى يعني النمط ده من الحياه؟ ما يعيشوا زي بقيه الخلق ويجروا ورا التكنولوجيا والحاجات الجديده زي البلاد اللي حواليها. في الحقيقه الموضوع مش زي ما انت متخيل كده. فكره الحفاظ على الهويه وحمايتها من التغيير والتبديل هو مشروع ضخم في حد ذاته بيخدم البلد بشكل كبير جدا. الهويه هي الشيء اللي بيربطك بالارض وبيعزز روح الانتماء جواك ويحسسك بالامان لوجودك في المكان اللي هويتك بترجع ليه والناس اللي حواليك اللي بيشاركوك نفس الشيء. الهويه هي اللي خلت شعب سلطنه عمان مستريح ومستقر رغم انه اقل في الشهره والتقدم من جيرانه في البلاد التانية. الهويه هي اللي رسمت شكل المقاومه الفلسطينيه وهي اللي صنعت رموز فلسطين. الهويه يعني القوفيه الفلسطينيه وشجره الزيتون ومفتاح الدار وحق العوده للارض. الهويه يعني الفلاح اللي محافظ على ارضه ومش بيتخلى عن فاسه مهما اتغير الزمن. الهويه هي اللي خلت الفلاحين دول يدافعوا عن بلدهم ويقاوموا الانجليز لما احتلوا مصر. والهويه هي اللي خلت الفلاح يحب جلابيته ويعتبرها رمز ليه. الهويه هي اللي بتدي سمه وتعريف لاي حاجه وبتصنع ليها معنى. هي اللي شكلت شخصيه البطل للنادي الاهلي، وهي برضو اللي صنعت مجد الزمالك وخلت حبايبنا الزملكاويه يفضلوا يقولوا طول حياتهم سنظل اوفياء. وغياب الهويه برضو هو اللي مخلي ان مفيش حد راضي يشجع الاسيوط لحد الان. تعال نرجع لقصة عمان. لو بصيت على جارتها الإمارات اللي عدد سكانها 11.35 مليون نسمة هتلاقي الناس اللي أصلهم إماراتي بيشكلوا حوالي 11.5% بس من إجمالي السكان، وباقي النسبة وفود أجنبية. الهنود لوحدهم بيشكلوا هناك 37.9% من المقيمين في البلد، يعني أكتر من 3 أضعاف أهل البلد لوحدهم. ولو بصيت لكل واحد فيهم هتلاقي ليه اللغة وثقافة وديانة مختلفة عن التاني، ده غير توجه الإمارات المنفتح أصلا واللي صعب تحدد له هوية وثقافه معينه. تخيل بقى لو حصل مشكله في البلد دي مين هيبقى مع مين؟ لو جينا لحاجه زي دوله الكيان برضه هتلاقي ان عدد سكانهم حوالي 10 مليون نسمه، 73% منهم يهود و21% منهم عرب مسلمين، والنسبه الباقيه ناس تانيين. اليهود بقى اللي المفروض بيشكلوا النسبه الاكبر من السكان هم نفسهم متنوعين جدا، حوالي 45% منهم اصولهم من شمال افريقيا ومن الشرق الاوسط، ومن 32 ل 44% منهم اشكناز
اصولهم من اوروبا، وبالمناسبه معاهم جنسيات مشتركه عشان لما يجوا يحتاجوها وقت العوزه، وقت ما يجوا يهربوا يعني. حوالي 12% اصولهم من الاتحاد السوفيتي، وباقي النسبه من بلاد وعرقيات مختلفه. فالفكره هنا ان كيان زي ده الهويه والترابط فيه في ذمه الله. ولو هتقول لي بيربطهم هويه الدين، فاحب اقول لك ان الطائفه المتدينه فيهم او اللي هي الحريدم يعني لا تتجاوز 15% من السكان، والباقي على الله سارقين المكان وعايشين وخلاص. فالخلاصه اوعى تكبر صورتهم في خيالك، هم ولا حاجه، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، والهويه عندهم مضروبه بالجزمه اصلا. لكن احنا الحمد لله لينا هويه وهبه كبيره يا باشا، وجلابيتنا فخر لينا. في النهايه احب اقول لك ان شرفني ان اكون منوفي فلاح ليا اصول عظيمه بفتخر بيها، ولا اني اكون انسان مسخ بلا هويه وبلا اصل.